السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في قناة شيري ريسيب. اليوم مع وصفة جديدة وهي وصفة تقليدية بامتياز، وهي وصفة البركوكش على الطريقة التبسية. إن شاء الله تعجبكم. في القدر نحطوا اللحم كما تحبوا نتوما، الدجاج ولا اللحم. نصبوا شوية زيت ونخليهم شوية، ومن بعد نزيدوا البصل والملح، نزيدوا نقلوا مليح. نزيدوا عليهم طماطم مصبرة، على الأقل هكاكا زوز مغرفة طماطم. ومن بعد نزيدوا الثوم، ونسيت ما قلت لكم نزيدوا الهريسة. ومن بعد الثوم نزيدوا الفحات تاعنا اللي هما فح الدجاج والتابل والكروية وشوية كركم. نقلبوا مليح ونخلوا اللحم تاعنا يتقلى، ومن بعد نمرقوهم بالماء السخون. والشيء اللي يميز طبق البركوك في تبسة هو بعض المكونات اللي هي الكليلة والفرماس والفلفل الأحمر اليابس. هادو لازم يكونوا في الطبق باش يكون عندهم النكهة التبسية. ونزيدوا عليهم الرند، نخلطوا مليح ونغطوا القدرة ونخلوهم يطيبوا. ونسيبوا البركوك تاعنا نسوموه بشوية ماء، ومن بعد نصفوه في الكسكاس ونخلوه يفور مليح. ما ننسوش نزيدوا عليه شوية ملح وشوية زيت، نخلوه يفور مليح. ومن بعد ما يفور نحطوه في قصعة ولا في صحن كبير، نخلوه يبرد، نحلوه مليح ونخلوه يبرد. ومن بعد نزيدوه للمرق تاعنا اللي يكون طاب شوية. نخلو البربوكش يطيب ونحركوه بشوية. ما ننسوش نزيدو الحمص اللي كان مطبوخ مسبقا. كما قلت لكم البربوكش يحب ديما يتحرك. نخلوه يطيب وكل مرة نطلو عليه ونحركوه مليح. نشوفوا البركوكش تاعنا، إذا شفنا الكعبة تاع البركوكش طلعت معناتها راه طاب، الصوص تاعنا هاي تقلت، وهكا يكون البركوكش تاعنا جاهز. إن شاء الله تكون وصفتي اليوم عجبتكم، وما تنسوش تشجيعي وتبعثوا لي تعليق باهي و... وتشتركوا في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.